تأكيداً لسبق بودكاست ماروك، إدارة الرجاء تقرر إقالة المدرب البوسني روسمير زافيكو. أخبار عاجلة من عالم كرة القدم المغربية. نادي الرجاء البيضاوي يقيل مدربه روسمير زافيكو في خطوة حاسمة أنهت إدارة نادي الرجاء البيضاوي عقد المدرب روسمير زافيكو، ويأتي هذا القرار في أعقاب الخسارة الأخيرة للفريق بنتيجة 3-1 أمام اتحاد طنجة، والتي تعد الهزيمة الثانية للفريق هذا الموسم. وتشير المصادر إلى أن صبر الإدارة قد نفد بعد بداية باهتة للموسم، حيث شهدت أيضاً خسارة الفريق أمام نهضة بركان. يبحث النادي حالياً عن مدرب جديد مع وجود العديد من المرشحين الأجانب ضمن القائمة، وستتكون المباريات القادمة ضد أولمبيك آسفي والفتح الرباطي ونهضة الزمامرة حاسمة تحت القيادة الجديدة. لعب استياء الجماهير دوراً مهماً في هذا القرار، حيث عبروا بصراحة عن خيبة أملهم من اتجاه الفريق. مع خوض نادي الرجاء البيضاوي هذه المرحلة التنقلية، يقوم التركيز على استعادة مستواه الفائز وتحقيق أهدافه الموسمية. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذه القصة النامية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.